السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعة مع يسرى ضمن سلسلة الحلويات السهلة لشهر رمضان المبارك. غنقدم لكم حلوى رائعة جد سهلة لذيذة في المذاق. هذه الحلوى الاسم ديالها هو البنانة، حيث كنسميوها حلوة البنانة أولا الزلابية الطويلة. بالنسبة لهذه الحلوى رائعة في المذاق وسهلة جدا في التحضير، معروفة في مدينة مكناس وفي الجهة الشرقية بكثرة، يعني مدينة وجدة، وفي الجزائر كذلك. باش تعرفوا كيفاش حضرت هذه الحلوى ما عليكم غير تابعوا معايا الفيديو. يلا نبداو. بالنسبة للمكونات كتعبروا أو كتاخدوا القياسات بأي كأس كان متواجد عندكم، يا إما كبير أو لا صغير على حسب الكمية اللي غتبغيو نتوما، يا إما غتعبروا بكأس عنبة أو لا كأس كبير. غنحتاجوا كأس من الزيت وكأسين من الماء عادي، القليل من القرفة والقليل من الملح كذلك، والدقيق حسب الخليط. غنمروا الطريقة ديال التحضير. ناخدو إناء نوضعو فيه كأسين من الماء مع كأس من الزيت، زيت نباتي. بالنسبة للكأس اللي عبرت به أنا عبرت بكأس شاي صغير، يعني صغر من ديال العنبة. غنوضعو الخليط على النار حتى كيغلي. ملي كيبدا الخليط في الغليان غناخدو نوضعو هنايا وهو سخون. غنوضع عليه القليل من القرفة، تقريبا نصف ملعقة صغيرة من القرفة، والقليل من الملح كذلك نصف ملعقة صغيرة. وانتم على حسب الكأس اللي غتعبروا به، دائما كنقول لكم يمكن لكم تاخذوا القياس اللي بغيتو. غنبدا نضيف اضافه الدقيق، يعني الدقيق الابيض، والخليط سخون، يعني عندي الماء والزيت سخونين. وغنبدا في التحريك بهذا الشكل. هو دا الشكل ديال الخليط اللي باغيين، ما غيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف بزاف. هاد المقادير ناجحة، غير يعني ضيفوا الدقيق بالتدريج باش تحصلوا على الخليط المناسب، يعني ما ديروش ثقيل بزاف كيف كتشوفوا معايا. وبطبيعة الحال التحريك كيكون بملعقة ديال العود من الأحسن. والآن من بعد ما اندمجت جميع العناصر مع بعضها غناخدو جيب الحلواني كيف ما كان الشكل ديالو. انا غناخد هاد الشكل حيت الخليط عندي سخون، غناخد هاد الشكل احسن. غيكون الرأس بهاد الشكل باش نحصلو على خطوط. ونوضع فيه العجين. والآن غناخدو طبق كنرشوه بالدقيق الأبيض اللي هو الفرينة، وغنوضعو الحلوة ديالنا بهذا الشكل. غنحاول ندير ليهم نفس الحجم، هي كتكون طويلة، وغنستمر على هذا الشكل حتى غنسالي الخليط كله. ودابا غنمروا باش نطيبوا الحلوى. كنديروا الزيت سخون، كتسخن مزيان، ومن بعد كنوضعوا فيها الحلوى بهذا الشكل. واخا كيمشي الشكل ديالها ملي كنهزوها بيدينا، كنقادوها من بعد. وغنتسناوها حتى تاخد اللون الذهبي من الجهتين،
وضروري ما نكونوا محضرين العسل اللي غنوضعوا فيه هاد الحلوى. سبق لي وحضرت عسل منزلي، غنخلي لكم الرابط في الصندوق ديال الوصف. والعسل كيف ذكرت في الفيديوهات سابقا ان العسل عملتها الحلويات ماشي خفيفه وماشي ثقيله، ما يحتاج انني نسخنها. اما نتوما اذا استعملتوا عسل يعني ديال المحلات كتكون ثقيله شويه، ضروري انكم تسخنوها وتوضعوا فيها واحد المعلقه كبيره ديال ماء الزهر. من بعد ما كتاخذ اللون اللي بغينا كنهزوها مباشره نوضعوها في العسل، ومن بعد كنزولوها من العسل ونوضعوها في مصفات. الشكل النهائي ديال حلوة اليوم هو هذا. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا كان عندكم اي تساؤلات او لا استفسار ما عليكم غير تخليو لي في التعليقات. صراحة المذاق ديالها رائع رائع جدا، كنتمنى تجربوها احسن وافضل من المحلات، والصنع منزلي كذلك. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش جيموا الاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد من الطبخ والوصفات مع يسرى. الا بغيتوا تشاهدوا المزيد من الحلويات الرمضانيه السهله ما عليكم غير تضغطوا على هذا الرابط اللي غيطلع في البطاقه في الفيديو، ايضا في صندوق الوصف غنخليه لكم في التعليقات. شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى في فيديو جديد. بسلامه.